انا عرفت ان انت دخلت مجال السياحه في بدايه الامر كان في 2002. 2002 دي كانت معاك الرخصه الاولى ولا كان معايا الثالثه ده في الاول بقى خالص؟ في البدايه خالص. واشتغلت ايه بقى اشتغلت سواق ليموزين، وكنت راكب عربيه اتش 1. الاول ركبت عربيات اللي هي عندها الاكسنت. وكانت الشغلانه ايه بقى اللي هو فكره اللي انا اخد العميل من مطار القاهره اروح اوديه في اي مكان هو اجانب؟ اكتر فوج او اكتر مجموعه ناس انت اتبسطت معاهم في شغل السياحه؟ كان عرب سعوديين. كان من جيزان. دول كانت انت شغلانتك قعدت معاهم بقى حوالي 28 يوم. الناس دي محترمه، ودخلوا بيتي ودخلت بيتهم. يعني دي علاقه. زار والدتي زارتهم. في السعوديه؟ لا، في مصر. في مصر كانوا هم جايين في مصر كانوا قاعدين في فندق. فحصلت علاقه بقى، هو كان نازل بوالدته واخواته البنات واخواته الصبيان. فاول مره هو خدني بالعربيه ورحنا على الفندق، فشاف ان انا مش الانسان اللي هو نظري، اللي انا بتكلم بطبيعه ودايما عينيه في عينيه، هو مش في عين حد تاني. فالتمس فيا اللي قال له الشخصيه المحترمه. فقال لي ايه رايك تقعد معايا 28 يوم؟ قلت له والله ما فيش اي مشكله. فبدات اتعايش معاهم في مصر كلها ومعالم مصر كلها. هو اصلا كان نازل عشان يكشف على والدته، يعني مش الاساس سياحه، ده مش هو الأساس رحله سياحة. علاجيه. رحله علاجيه لوالدته. فقال لك بالمره يعملوا شوبينج، وبالمره يعالجوا الحاج. فكان بقى مثلا بيقول لك انا احسن مكان اشتري انا منه عاوز مثلا عايز اتفسح في الهرم، اروح واخده مفسحه في الهرم واقعد معاه اكنه مصري، وافاصل مع بتوع الخيل والكاريتات اكنه مصري. هو حبني قوي بسبب الحته دي، فلقاني اللي انا من النوع اللي انا مش باصص له نظره طمع. فبدات العلاقه تزيد بسبب الحته دي. طب والعلاقه دي يعني هل رجع لك مثلا تاني يعني بعد ما سافر؟ كنا على علاقه بعد ما سافر حوالي 2 أو 3 لحد ما التليفون ضاع مني، الرقم راح مني.